السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتاخرنا جامد طبعا، بتاع اكتر من شهر تقريبا، ولكن ده بسبب ظروف الفاينلز طبعا وامتحانات اخر الترم. ففي البدايه كده انا عايز اسال عامه عن اخبارك، انت عامل ايه؟ اخبار طبعا، بما ان اغلب الناس اللي عندي تالتة ثانوي، فاخبار ثانويه عامه معاك ايه؟ طبعا عارف ان هي طبعا الفتره دي اصلا هتبقى زي الزفت، يعني ما تقلقش اغلبكم كده. ومن الفاينل اللي انا لسه مخلصه ده انا ادركت حاجه مهمه جدا جدا، فكان لازم اطلع اتكلم معاك فيها في الفيديو ده. فعلشان نبدا الفيديو ده في البدايه، ففي الجو الساقع ده روح نعمل حاجه نشربها، حاجه سخنه طبعا، وننزل نعمل لايك كومنت شير سبسكرايب، اي حاجه من الحاجات دي عشان بتساعد في ان ريتش القناه يكبر وكده يعني. ولكن لو مش حابب تعمل حاجه يعني ما تعملش، براحتك، انا مسامحك. ويلا بقى نبدا الفيديو. هو يعني ايه نظام؟ سؤال مهم جدا والله. يعني حوار النظام ده حاجة انت مش بتدرك اهميتها غير وانت مزنوق. يعني ده بشكل عام، انت في حياتك عامة مش بتدرك اهمية النظام، وان انت لو مشيت بنظام من البداية ما كانش هيبقى حالك ده دلوقتي. زي في الكلية كده، في الوضع بتاع الترم اللي انا فيه دوت، هو ان انا من اول الترم ما ذاكرتش كويس، ما كنتش مهتم بالمذاكرة في الترم ده بصراحة، ما اعرفش ليه. يعني ايه اللي كان شاغلني؟ حتى نشاطي على اليوتيوب ما كانش قوي، يعني ما نزلتش فيديوهات كتيرة. طيب ايه اللي كان شاغلني؟ مش عارف بصراحة، بس ما كنتش بذاكر من بداية السنة او من بداية الترم كويس. فلما جيت في الفاينل بعد كده، طبعا انا عندي لما ببدأ امتحانات مع اول امتحان، يعني اول امتحان عملي، بعد كده بنخش في دوامة الامتحانات لحد ما نخلص بقى الفاينل، نخلص كل حاجة. فجيت في فترة الامتحانات لقيت نفسي مزنوق زنقة مش طبيعية. انا ايه كل اللي عليا ده؟ الفكره بقى ان انت لما بتبدا تذاكر، يعني لما بدات اذاكر انا لقيت ان الموضوع سهل، يعني الموضوع مش معقد، المحاضرات مش صعبه، المذاكره السكاشن مش صعبه، الموضوع سهل جدا. الموضوع بس كان عايز نظام، يعني الموضوع بس كان عايز ان انا ابدا مذاكره من اول الترم بشكل منظم. وقتها ما كانش زماني يكون في الزنقه دي، بالعكس المحاضرات اللي انت شايف ان هي كتيره قوي دي كان زمانها كلها خلصانه. ولكن مع الاسف انت في الفتره دي بتكون خلاص، يعني مفيش في وقت اصلا انك ت... تعمل حاجه غير ان انت تندم على اللي فات. ليه؟ ما هو خلاص الترم كده كده خلص. انت ما قدامكش دلوقتي غير انك تلم كل اللي تقدر عليه وتخش بيه الامتحان وتسيبها على الله. وده والله بشكل عام في كل حاجه في الحياه، مش بس في الدراسه، يعني حتى في عمرك بشكل عام. انت دلوقتي سنك مثلا كام دلوقتي؟ يعني بتوع ثانويه عامه 19 سنه مثلا، او 18 سنه مثلا، تمام 18 سنه. سنك مثلا في العشرينات مثلا، فانت لسه شايف ان انت العمر قدامك كبير، صح؟ انت شايف ان الدنيا لسه واسعة ووقت لسه طويل قدامك، ولسه يعني مش حاجة تفكر فيها حوار العمر ده، وان انت تكبر وتكون عجوز في يوم من الايام، وان انت كل حاجة راحت. فده مش تفكير في دماغك خالص، انت كل اللي في دماغك ان انت لسه سنك صغير، لسه ده مش وقت انك تفكر اصلا في السن بالنسبه لك. ولكن انا متاكد من التجارب طبعا القليله او الصغيره اللي بمر بيها في حياتي بشكل عام، زي مثلا زنقه الدراسه دي، ان انا كان قدامي وقت كبير ومع ذلك ما ذاكرتش، فجيت دلوقتي انا مزنوق فيهم. انا متاكد 100% ان انت اول ما تكون في سن الاربعينات، في سن الخمسينات، انت تقول ان العمر عدى بسرعه جدا، وهيبقى في دماغك في حاجات كتير قوي انت عايز تعملها، ولكن انت مش قادر تعملها، الجسد بتاعك مش قادر ينفذ اللي مخك عايز يعمله. فساعتها مش هيبقى قدامك برضو غير الندم. الندم على ايه؟ الندم على ان كان قدامك وقت كبير قوي، كان قدامك عمرك كله، وفي عمر حتى انت مش عارف تعمل فيه حاجة، انت عايز تعمل حاجات كتير وفي دماغك تخطيطات كتير انت مش هتقدر تنفذها عشان جسمك ما يقدرش ينفذ اللي مخك عايزه دلوقتي، لان جسمك كبر. ليه دلوقتي واحنا في السن ده، او بشكل عام واحنا في الوقت ده، ليه مش كل حاجة هتكون انت قاعد دلوقتي مستريح حاسس ان هي بعيدة، ليه ما تفكرش فيها بشكل جدي؟ يعني ليه ما تبدأش تفكر في الموضوع ده بشكل جدي وتفكر بشكل مستقبلي جدي؟ يعني ما تاخدش الموضوع باستهتار. زي مثلا لو انت في ثانوية عامة، وده اللي اغلبكم اكيد بتفرج على الفيديو ثانوية عامة، لو انت حاليا ثانوية عامة، فانت مثلا ممكن تكون شايف ان احنا لسه في شهر كام؟ احنا رايحين على شهر اتنين. لا، هو شهر اتنين بعيد بصراحة، بس في ناس بتكون فاكرة ان الناس بقى اللي واقعة خالص دي، انه لسه بدري قوي على الامتحانات، وان لسه في وقت كبير قوي 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 يعملوا فيه حاجات كتير. انا عايزك تفكر دلوقتي بشكل جدي ان انت حاليا ممكن تكون شايف ان لسه الوقت كبير ولسه الوقت طويل قدامك، تمام ماشي، ولكن لما تيجي الامتحانات انت مش هيبقى في قدامك حل غير الندم، لان كل وقت بتاعك راح خلاص، انت حاليا في زنقه ما يعلم بيها الا ربنا. وساعتها بيبدا تفكر بقى في حاجات كتير زي التاجيل والحاجات دي. فليه ما ابداش انظم يومي من حيث الدراسه من دلوقتي؟
ليه ما ابداش انظم يومي من حيث كل حاجه؟ انا عايزك دلوقتي ترد عليا وتقول لي هو انت يومك ماشي ازاي؟ غالبا انت يومك ملوش نظام محدد، انت بتصحى من النوم لحد ما تنام تاني، ما بتعملش حاجه. ده اللي اغلب الناس عليه اصلا، يعني ما تقلقش، مش انت وحدك، ده اللي اغلب الناس عليه. علشان كده مش كل الناس بتوصل للي هم عايزينه، او مش كل الناس، هو غالبا اغلب الناس مش بيوصل اللي هم عايزينه. ليه؟ لان اغلب الناس بتفضل الراحه عن النظام اللي هو بيكون فيه حاجات متعبه تعملها. يعني انا لو سالتك دلوقتي انت اغلب يومك بتقضيه ازاي، هتقول لي اغلب يومي بقضيه على السرير، قاعد على السرير. اغلب يومي بقضيه وانا بسكرول على السوشيال ميديا، وانا قاعد بلعب ببجي، وانا قاعد مع اصحابي في الشارع. فاغلب الحاجات اللي بتعملها هي حاجات مريحه، ما فيهاش اي تعب، ما فيهاش اي مجهود، انت ما بتعملش اي حاجه. فعلشان كده، وده اللي اغلب الشعب بيعمله على فكره، واللي اغلب الناس بتعمله، فعلشان كده عدد الناس الناجحه بتلاقيهم قليل مش كبير، لان دي مجموعه الناس اللي فضلت ان يكون في شويه تعب في اليوم عن ان هم يرتاحوا اليوم كله. يعني انا بالنسبه لي مثلا، لو كنت بداية الترم ده بدأت مذاكرة بجد، بدأت أقسم يومي على إن أنا أذاكر مثلا كل يوم محاضرة واحدة بس، مع تقسيم تاني الفيديوهات اليوتيوب، إن أنا مثلا أنزل كل يومين فيديو، أو إن أنا لو قدرت أنزل كل يوم فيديو، فأنا كنت هبقى كويس جدا من حيث الدراسة. كان هيبقى مستواي أعلى من كده دراسيا، كان هيبقى أدائي في الامتحانات أفضل من كده، كنت على اليوتيوب هبقى مستمر وموجود دايما على اليوتيوب، وكان يمكن الريتش يعلى اكتر، كنت يمكن اتشهر اكتر، اوصل للناس اكتر، محتوايا مثلا يبقى يتطور، يحصل له حاجه اكبر. ولكن انا ما عملتش ده ولا عملت ده. انا عملت ايه؟ انا فضلت مريح الترم كله، اغلب وقتي انا قاعد مرتاح. ايوه، ما اكدبش عليك، انا كنت فعلا قاعد مرتاح، وبجد انا كنت مرتاح ودماغي مرتاحه وانا مبسوط. يعني انا كنت مبسوط في وقت الراحه ده، ولكن وقت الراحه ده وصلني لايه؟ ولا حاجه. احنا في اخر الترم حاليا، انتاجي على اليوتيوب ضعيف جدا جدا، دراسيا برضو الامتحانات ما كانتش احسن حاجه، ما اديتش احسن حاجه، بس كنت مرتاح. طب استفدت ايه؟ ولا حاجه. وده بياكد لي المقوله، مش عارف بصراحه بتاعت مين يعني، بس يعني انا مقتنع بيها جدا، وهي الراحه لا تنال بالراحه. الراحة لا تنال بالراحة. يعني ايه؟ يعني لما تكون قاعد مرتاح، ما بتعملش حاجة، بتلعب، مفيش اي حاجة تعملها، هو انت فعلا قاعد مرتاح تمام وكل حاجة. ولكن لما تيجي تنام بالليل بقى وتبدأ تعيد يومك ده، انت عملت فيه ايه حاجة مفيدة تفيدك لسه هتفضل معاك لقدام؟ ولا حاجة. فانت مش مرتاح ولا حاجة انت بالعكس، انت قاعد زعلان دلوقتي. على عكس ان انت لو اليوم بتاعك مثلا كله كنت قاعد تذاكر، تشتغل، تعمل اي حاجة مفيدة، تيجي بالليل ماشي، انت كنت بتتعب فعلا، كان جسمك تعبان، ما كنتش مرتاح، ولكن لما تيجي تفكر بالليل وانت بتنام دلوقتي، اليوم ده انا عملت فيه ايه، تلاقي ان انت عملت واحد وعملت اتنين وعملت تلاتة، انت ذاكرت المحاضرة تفضل فاكرها لقدام، انت اشتغلت شغل جاب لك العائد المادي كذا كذا، انت عملت كذا كذا هتجيب لك كذا كذا. انت تعبت ولكن انت حاليا وانت بتنام بتفكر في الموضوع ده، انت مرتاح. ليه؟ لان اليوم بتاعك كان يوم منتج، انت عملت حاجة مفيدة، انت ما فضلتش ان انت تفضل قاعد مرتاح ما وراكش شغل ولا مشغلة، على انك تشتغل وتبذل مجهود وتوصل لحاجة. فالفيديو ده زي كده انذار ليا وليك، يعني هو مش ليك بس، مش بس اللي بيتفرج عليا، هو كمان ليا انا والله. هو ان الراحة مش هتجيب لك اي حاجة، الراحة مش هتفيدك بأي حاجة، مش هتوصلك لأي حاجة، مش هتعمل أي حاجة بالراحة. أيوة هتبقى قاعد مرتاح في وقتها، ولكن الراحة دي مفيش أي تبعيات مفيدة ليها. وافتكر دايما مقولة إن الراحة لا تنال بالراحة. ابدأ نظم يومك، حط الحاجات اللي فيها مشقة، فيها تعب، فيها مجهود، حطها في يومك، حطها في جدولك اللي انت هتنظمه على مدار الاسبوع. لازم يكون يومك في حاجات مهمة تعملها، احسن من ان انت تقعد على السرير تسكرول في السوشيال ميديا ما تعملش اي حاجة. لازم يومك يكون في حاجة مفيدة تفيدك مستقبلا. وهقول لك تاني، افتكر دايما ان الراحة لا تنال بالراحة. بس كده، ده كل حاجة في الفيديو ده. سلام.